أهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا بروم وأهلا بيك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. النهاردة معادنا يا شباب مع الدرس رقم 12. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وترجع تشوف الحلقات اللي فاتت عشان تستفيد. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة. في الحلقة بتاعت النهاردة يا شباب هنتكلم عن 3 حاجات مهمين. الحاجة الأولى هي أيام الأسبوع بالإيطالي. الحاجة التانية هناخد مع بعض شوية أفعال مهمين بنستخدمهم في إيطاليا. الحاجة التالتة هنتعلم مع بعض إزاي تسأل حد عن هيعمل إيه يوم كذا وهو هيرد عليك إزاي بأمثلة من الواقع، وده هيخلينا نتعلم كلمات جديدة، هنتعلم جمل جديدة، هنتعلم مع بعض حاجات جديدة في اللغة الإيطالية. يلا بينا نبدأ على طول. هنبدأ مع بعض بأيام الأسبوع يا شباب. ملحوظة مهمة لازم تكون عارفها، الأسبوع الإيطالي بيبدأ من يوم الاثنين، فاحنا هنا واحنا بنتعلم هنتعلم مع بعض أول يوم معانا هو يوم الاثنين. يوم الاثنين يا شباب بالإيطالي يعني لوني دي، لوني دي، لوني دي يعني الاثنين. التلات يعني مارتيدي، مارتيدي يعني التلات. الأربع يعني ميركوليدي، ميركوليدي يعني الأربع. الخميس يعني جوفيدي، جوفيدي يعني الخميس. الجمعة يعني فينيردي، فينيردي يعني الجمعة. السبت يعني ساباتو، ساباتو. الحد يعني دومينيكا، دومينيكا يعني الحد. يبقى قلنا لونيدي الاثنين، مارتيدي التلات، ميركوليدي الأربع، جوفيدي الخميس، فينيردي الجمعة، ساباتو السبت، دومينيكا الحد. وبكده نكون اتعرفنا مع بعض بشكل سريع على أيام الأسبوع بالإيطالي. لازم تكون عارفهم، لازم تحفظهم كويس. يلا بينا ندخل على حاجة جديدة مع بعض. هنتعلم مع بعض كام فعل في اللغة الإيطالية. أول فعل معانا يا شباب في حلقة النهاردة هو فعل يشاهد. فعل يشاهد يعني guardare، guardare، guardare يعني يشاهد. طب عايز أقول أنا أشاهد هقول io guardo، io guardo. تصريف فعل يشاهد اللي هو فعل guardare في المضارع اللي هو معايا أنا هقول io guardo. تاني فعل معانا هو فعل يقود، يعني يقود سيارة أو يقود أي حاجة، هو فعل guidare، guidare، guidare يعني يقود. طب أنا عايز أقول أنا هقود أو أنا هسوق هقول io guido، io guido أنا هقود أو أنا هسوق. تالت فعل معانا هو فعل يطبخ. فعل يطبخ يعني cucinare، cucinare، cucinare يعني يطبخ بالإيطالي. طب عايز أقول أنا هطبخ أقول io cucino، io cucino أنا هطبخ. بعدين هناخد فعل ينام. ينام يعني dormire، dormire، dormire يعني ينام. طب أنا هنام هقول io dormo، io dormo أنا هنام. بعد كده آخر فعل معانا في حلقة النهاردة هو فعل يأكل يعني mangiare، mangiare، mangiare يعني يأكل. طب عايز أقول أنا هاكل أقول io mangio، io mangio أنا آكل. وبكده نكون اتعرفنا مع بعض على أيام الأسبوع، وده الجزء الأولاني من الفيديو. وكمان اتعلمنا مع بعض شوية أفعال مهمين وتصريفهم في المضارع. ويلا بينا ندخل مع بعض على آخر حاجة وآخر جزء من الحلقة بتاعت النهاردة. يا شباب نكون وصلنا مع بعض لآخر جزء من الحلقة بتاعت النهاردة. في الجزء الأخير هنتعلم سؤال مهم وهنلم بالسؤال ده الجزئين اللي خدناهم في الحلقة بتاعت النهاردة اللي هو أيام الأسبوع وشوية الأفعال. يلا بينا نفهم، ولا بينا ناخد أمثلة عشان تفهمني. لو أنا عايز أسألك وأقول لك هتعمل إيه يوم الاثنين هقول لك cosa fai lunedì، cosa fai lunedì هتعمل ايه يوم الاثنين. فانت ممكن ترد عليا وتقول لي lunedì guardo un film، lunedì guardo un film انا يوم الاثنين هشاهد فيلم. طيب
يلا بينا ناخد مثال تاني. لو عايز اقول لك هتعمل يوم التلات هقول لك كوزا فاي مارتedì. كوزا فاي مارتedì. هترد عليا وتقول لي martedì cucino la cena. martedì cucino la cena. انا يوم التلات هطبخ العشاء. اسالك واقول لك هتعمل يوم الاربع cosa fai mercoledì. cosa fai mercoledì. هتعمل ايه يوم الاربع؟ هترد عليا وتقول لي mercoledì guido la macchina. mercoledì guido la macchina. يوم الاربع هسوق العربية. guido هسوق la macchina السيارة. la macchina بالايطالي يعني السيارة. طيب هتعمل ايه يوم الخميس؟ cosa fai giovedì. cosa fai giovedì. هتعمل ايه يوم الخميس؟ هتقول لي giovedì mangio con la mia famiglia. giovedì mangio con la mia famiglia. يوم الخميس هاكل مع عيلتي. mangio con مع la mia famiglia مع عائلتي. giovedì mangio con la mia famiglia. طب اسالك واقول لك هتعمل يوم الجمعه اقول لك cosa fai venerdì. هترد عليا وتقول لي venerdì dormo fino a tardi. venerdì dormo fino a tardi. هنام لحد وقت متاخر. يعني هنام واخر في النوم. طيب هتعمل يوم السبت sabato. cosa fai sabato. cosa fai sabato. هقول لك sabato vado al mercato. sabato vado al supermercato أو al mercato. هروح الماركت أو هروح السوبر ماركت. طيب domenica cosa fai domenica. cosa fai domenica. هقول لك domenica guardo la TV e riposo. guardo la TV e riposo. هتفرج على التلفزيون واريح. وبكده يا شباب تكون حلقة النهاردة خلصت. ما تنساش لو عجبتك تعمل اشتراك في القناة وتشاركها مع اصحابك عشان غيرك يستفيد. ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.